نيجي بقى لموضوع التجديد. محدش من مجلس الاداره كلمني في اي تجديد ولا قعد معايا. يوم 3 مارس رئيس النادي كلمني، رحت له انا وكيلي. يعني اول لما اتقال لي تعالى نقعد، رحت وقعدت. وعايز اقول لكم ان الرقم اللي اتقال في الاعلام ما طلعش عليا نهائيا. اصلا المفروض الحاجات دي تكون سريه. كل اللي طلبته هو للتفكير، وده حق الطبيعي زي اي انسان بياخد قرار مهم في حياته. بعدها بكام يوم دخلنا معسكر ماتش الوداد في مصر. كنا مركزين، مفيش تفكير غير في الماتش. قبل الماتش يخلص فوجئت ان النادي بيعلن في الاعلام انه مش هيجدد. يعني انا قعدت سمعت، طلبت مهله للتفكير، دخلت المعسكر، قبل ما اخرج من باب الاستاد قالوا لي ان الزمالك قرر انه مش هيجدد لك. ففهمت ان ما كانش في نيه حقيقيه للتجديد، وان ده كان مجرد شغل كده بنعمله عشان نقنع الناس ان احنا بنحارب. وقبل ما افوق من تهمه المماطله والمساومه، لقيت مؤتمر صحفي معمول بيتقال فيه اني متمرد